يا مساء النور، يا مساء الأمل والسعادة. كيفكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، اليوم رجعت لكم بفيديو حلو كتير. حبايب قلبي، اليوم رح نعمل مع بعض أنا وإنتم البسبوسة، وبتمنى من كل قلبي تجربوها وتعجبكم بإذن الله. يلا حبايب قلبي نبلش. حبايب قلبي، هلقيت معنا السميد، رح نعاير كاستين من هدول. طبعا رح نعمل لو احنا حابين نعمل مقدار واحد رح نحط كاسة، بس احنا رح نعمل صينية كبيرة، فرح نحط معيارين من السميد هاد. بسم الله. اول ما بنسمي بنقول بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هي اول كاسة معانا، وهي الكاسة الثانية. حبايب قلبي، طبعا احنا مبسوطين كتير، وان شاء الله يا رب العالمين الهدنة بتتم على خير باذن الله. وقلنا بالمناسبة الحلوة هاي رح نعمل بسبوسة، وتفضلوا حبايب قلبي تحلوا معانا. وبما انه حبايب قلبي فيش عنا فرن، رح لأول مرة رح اروح على الخباز. في عنا هنا وحدة بتخبز، رح اروح. طبعا بصراحة اول مرة يعني اكون امشي في الشارع، فمعي شغلة خجلان كتير. وبعد حبايب قلبي ما حطيت السميد رح احط باكيتين بيكنج باودر على كل كاسة سميد. باكيت بيكنج باودر وباكيت بفانيليا. طبعا انا معي كاستين، فرح احط طبعا باكيتين. انا حاليا بصراحة مش استغنى عن الفانيليا، ما كانش موجودة عندي، وفيش يعني حدا حاليا حواليا بيطلع يشتري لي، لانه مسافة حتى ابعت حدا يروح يشتري لي. حبايب قلبي، وانا حطيت كاستين جوز هند، بس مش عارف المقطع اللي انا صورت فيه جوز هند، فكرت حالي قاعده بصور فلقيت الجوال مسكر، فمعلش. طبعا كاستين جوز هند. بنحرك المكونات هدول مع بعض. طبعا نسيت نص كاسه سكر. طبعا مثل ما انتم شايفين في الكاسه هاي رح نحط نص كاسه. بسم الله. فحبايب قلبي، يعني رح اكمل لكم موضوع الفرح ان شاء الله. تعالوا هدنة باذن الله. طبعا مثل ما سمعتوا اكيد على الاخبار، ان شاء الله رح يتم يوم الاحد، بس احنا بصراحة كتير متوترين خايفين يعني تفشل في اخر لحظة. دعواتكم لنا. مثل ما انتم شايفين حطيت نص كاس السكر بالشكل هذا. حبايب قلبي، راح احرك المكونات هدول مع بعض كتير منيح، ادمجهم مع بعض بالشكل هاد مثل ما انتم شايفين. وراح حبايب قلبي اخر شغله راح احطها كاسه زيت. طبعا هاي معلش قزازه جديده اشتريناها، فراح افتحها. حبايب قلبي، المفروض اي حدا يعمل حلويات لازم يكون عنده باكيت، بحيث اي حاجه باكيت فاضيه بتسهل عليك الباكيت، بتحط في الباكيت اول باول. مثل ما انتم شايفين كاسه بالشكل هذا. بس راح اسكر القزازه، بلاش بتنكب مني. وراح اديرها بشكل تدريجيا، وابدا احرك منيح بالشكل هذا. اذا اي حدا عنده مضرب فبيسهل عليك، بس انا بصراحه هذا الموجود عندي في الوقت الحالي. راح المعلقه فراح استكفي، بس المضرب بيسهل عليكي. راح احرك بالشكل هذا. معلش صوتي مبحوح شويه، بس لانه تعبانه شوي. مثل ما انتم شايفين هالجيت الزيت دخل في المكونات كتير منيح. يعني احنا بنعرف انه خلاص نوقف تحريك، انه لما نشوف المنظر بقى بالشكل هاد، يعني اندمجوا مع بعض هدول المكونات مثل ما انتم شايفين بالشكل هاد. بصراحة يا حبايب قلبي أنا متحمسة كتير كتير، لأنه إن شاء الله رح نرجع على رفح بإذن الله. طبعا أنا من غزة ولكن من سكان رفح. بصراحة متحمسة كتير كتير. مش عارف شو رح يكون شعوري أول يوم نرجع على رفح. شو رح يكون شعوري الله أعلم شو صار في البيت بعد غياب 8 شهور. صراحة بنفس الوقت فرحانين ومتحمسين، وبنفس الوقت خايفين لإلنا. يعني مش عارفين شو صار في البيت، شو الأخبار، مش عارفين، متوترين بصراحة. وطبعا الموضوع بالبداية راح يكون صعب شوية، لأنه فيش مية
فيش غادة حيوية مثل ما انتم عارفين، فالواحد كتير متلبك. دعواتكم لإلنا يا رب يا رب يفك عنا الحرب هاي، ويفك عنا الغلا وكل اشي. طبعا مثل ما انتم كنتوا تشاهدوا معي في الفيديوهات كل اشي كان غالي. هلقيت حبايب قلبي راح احط كاستين حليب. طبعا انا غليته بس درته في الصحن هاد بحيث يبرد، لانه ينفعش احطه سخن. في طبعا حليب جاهز او في مثلا زبادي، برضو الزبادي بيكون احسن. حبايب قلبي انا درت اول كاسه بس لانه انا مش عارفه اول مره بعملها في الحليب هاد. قبل يعني صار لي فتره طويله ما عملتهاش. قبل كنت اعملها قبل الحرب في كاسه، في زبادي عفوا، فكان ياخد معي لبتين زبادي بس حاليا مش موجود. فانا بصراحه الواضح اني انا كترت، فراح استكفي الكاسه. حبايب قلبي هلقيت راح احرك كتير منيح منيح، وراح ادير الخليط في الصينيه وارجع لكم. حبايب قلبي هلقيت رجعت لكم بعد الخليط ما اصبح بالشكل هاد. راح اجيب صينيه بالمعيار هاد وراح اسكب الخليط فيه بالشكل هاد. مثل ما انتم شايفين طبعا، بس انا بحسها انها رخوه شويه، المفروض تكون اجمد من هيك. هلقيت بحرك الصينيه كتير منيح. هلقيت حبايب قلبي صارت جاهزه اني اخدها على الخباز، وبرجع لكم ان شاء الله بعد ما نسووها. حبايب قلبي هلقيت البسبوسة أصبحت جاهزة معانا بالشكل هاد. بعد ما عملناها عند الخباز أصبحت بالشكل هاد. يلا صحة وعافية، مع السلامة.